بين الزراعة والأكل الصحي، الوصفات والرياضة، راكو رايحين تجوزوا معايا نهار اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم وأهلا وسهلا في فيديو جديد. وش راكم؟ إن شاء الله تكونوا كامل بخير. أنا راني بخير الحمد لله. صح عندي مدة ما بنتش كي العادة. الله غالب، هادو ظروف. خديت وقت ليا أنا الحمد لله، ارتحت دوكا، خديت وقت ليا لصحتي، خدمت بزاف على صحتي الحمد لله، راني خير ملي كنت. وان شاء الله فيديوهات الجايين واللي عنده مشاكل صحيه نقدر نبارطاجي لكم واش درت واش ما درتش، وشنو هما الحاجات اللي تحسنوا فيا، وشنو هما الاسرار اللي خلاوني نتحسن في صحتي الحمد لله. ان شاء الله ربي يدومها نعمه. وكل العاده قبل ما نبداو في الفلوق تاعنا تاع اليوم، نتمنى انكم تشتركوا في القناه اللي ماشي مشتركين. لجدد نقول لكم مرحبا بكم، والقدم تانيك مرحبا بكم. واذا عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك، وما تنسوش تشاركوه مع اصحابكم وحبابكم هكذا باش يلحق الاكبر عدد ممكن. شوفوا ها فرطست النعناع والمعدنوس. هذا المعدنوس شتو بدا يورد، والنعناع ما شاء الله هاج وبدا يدخل لي في كامل البلايص. كان لازم ندير له حد هنايا كامل، يعني في الكوتي تاعو باش ما يمشيليش. شوفوا ما شاء الله نلحق حتى لهنا. وهنايا عندي نعناع واحد اخر بيو، بصح ما عجبنيش كيما هذاك اللي كنت دايرته هنا في الدار، هذاك في البالكون القديم تاعي، هذاك اللي نبتناه من ربطه، يعني شريناها من المارشي. وهدايا مونت ماروكان زعما، ريحته ماشي كامل كيما الاخرى ريحته هايله. ما على باليش واش من فاريتي هذه، وهذه لي ديفيرونت عليها، حتى الورقه تاعها ماشي كيف. هذه ورقتها خضره كلير، وهذيك خضره فرونسي، وهذه بوينتو اكثر من الاخرى. كنت هدرت لكم في ديبيو تاع لا فيديو، قلت لكم باللي الرياضه بون هاد الخطره راني مع الفيلو. بالنسبه ليا كان تحدي كبير. الفيلو هذا كنت نشوفه برك، يعني ما نقدرش نركب فيه لاسباب صحيه، ما كنتش كامل نركب فيه. باغ اكزومبل كنت ناخذه نهار ولا يومين خلاص، ومن بعد نقعد 15 يوم وانا مريضه، 15 يوم ظهري يوجعني، بروبليم في الكوكسيس، امبوسيبل كامل، ما مستحيل. الحمد لله اللهم بارك، دوكا كيما راكم تشوفوا ندير 10 كيلومتر، 6 كيلومتر، 4 كل خطره كيفاش. بديت تحدي جديد، نتسمى نهار نرفدو او موان اون فوا باغ سيمين، ما نديرش قل من 10. كاين يامات نخرج بها كعادي، نروح نقضي، نروح للجاردان، نروح مي الخطره في السمانه لازم نديباسي لي 10 كيلومتر. كيما هاد الخطره هاد السمانه بديت ب10 كيلو، مي فينالمون هذاك النهار درت اكثر من 10، درت 12 كيلومتر الحمد لله. متفرقين كانوا، يعني في نفس تقدروا تقولوا في 2 اور هذوك مام، مي ما ديتهمش كامل ضربه واحده. المره الجايه ان شاء الله التحدي يكون 10 كيلومتر ضربه واحده ان شاء الله. كيما راكم تشوفوا بعد ما وليت من الجاردان وجدت سوبر جو تاعي اللي بزاف الناس ما يحبوش، يقول لك حاشا نعمه ربي. انا صراحه لقيت عليهم الحمد لله، راني نشربهم وراني نستمتع بهم. انا بوغ موا بنان باسكو نحيت كامل الحاجات اللي ماشي ملاح في حياتي. ما نقول لكمش باللي ما رانيش ناكل سكر ولا ما رانيش ناكل لي طاخت ولا، مي افيك موديراسيون. دوكا ما عندي حاجه في الحلو، كي نشها حاجه حلوه نديرها صحيه، وان شاء الله مع الوقت نولي نبارطاجي معكم دي غوسيت. الجو اللي شتوه فيه الورق تاع الشلاضه هذوك اللي نحيتهم، فيه شويه سلق، شويه معدنوس، لا فيرفين، النعناع، وفيه تانيك حبه تفاح. وهنا راني نوجد في الفطور كيما راكم تشوفوا، درت نص درت تاع الدجاج،
وزدت درت كان عندي العظم في الكونجيلاتور، يعني ما فيهش اللحم، العظم برك انا نخبيه دائما. العظم ندومونديه من عند البوشي، ولا كي نجيب اللحم نحيلو العظم ونخبيه دائما، نقارديه في الكونجيلاتور، ندير به يا اما بويون ونخبي هذاك البويون كي يكون جديد العظم، سينو نكونجلي العظم ديريكتومون ونحطو هكا في لي سوب، نحطو يزيد البنه تاعو ويزيد يطلق الكولاجين ناتورال، يعني كولاجين غراتوي، مليح للصحه، مليح للعظم، مليح لابو، مليح للشعر. كما شفتوا درت فيه البصل ولي زيشالوت. انا لي زيشالوت تاع جاردان تاعي نجحوا لي بزاف وخرجوا بزاف بنان ما شاء الله. من بعد زدت قطعت الزروديه، يعني هاد الماكله اللي حنديرها ولا الشوربه تاع السلق كامل، الخضره هذه كامل من جاردان. زدت لها تاني كي قلت لكم زروديه، المعدنوس، زدت لها السلق اللي جبتو تانيك معايا. كانت عندي تانيك نص حبه تاع قرعه تانيك من جاردان درتها زدتها له، كنت حنكملها كامل مي فينالمون اوتيليزيت لا موتي تاعها، الله يبارك ما شاء الله كبيره بزاف. بالنسبه للتوابل، استعملت فلفل كحل، الملح، زنجبيل، الكركم، وزدت تانيك راس الحانوت اللي كانت جابتولي صاحبتي اللي نحييها فاطمه تاع تيسمسيلت، توابل تاع الحريره تاعهم، درت لهم شويه تانيك، جاب ما شاء الله هايل. نتوما اي خضره تكون عندكم في الدار تقدروا تزيدوها، انا هذه هي الخضره اللي كانت عندي وهذه اللي كنت حابه نديرها مخلطه مع السلق هدايا. بالنسبه للطوماطيش ما درتلوش، كاين تانيك واحد اخر نديرو طوماطيش ديفيرون على هدايا، نديرو باللحم ما نديروش بالدجاج، هذاكم درتو بالدجاج، درتو هكا بيض وخرج هايل مليح بزاف. واش نقول لكم، ما عنديش وصف واحد اخر، انا نحب بزاف لي سوب، دوكا ديرنييرمون وليت نميل بزاف لي سوب اللي ما يترحاوش كيما هذوما. حبيت نسقسيكم يا ريت تجاوبوني في التعليقات، اللي عندها كوكوط هكا كيما تاعي تاع لا فونت اللي مسبوغه لداخل بالبيض هكذايا، اسكو عندها حل للكحوليه هذيك تاع الداخل؟ لو بروبليم سي كو انا هاد لا كوكوط نحبها بزاف، نستعملها بزاف، نطيب فيها الخبز، نطيب فيها سورتو لي سوب، نطيب فيها اللحم، نطيب فيها الدجاج في الفوغ، يعني استعمالات تاعها ما يخلصوش. وشنو المشكل ديالها؟ سي كو كيما شفتوا لو فون ديالها يبدا يولي كحل هو والغطاء. بون انا نظن انه على الهوميديتي ولا على لا طومبيراتور، سورتو كي وليت نطيب فيها الخبز في الكوشه اللي زادت تفونسات بزاف من الداخل. يا ريت لو كان كش واحد يكون عنده حل يكتب لي في التعليقات الحل ديالها باش نعاود نرجع لها لا كولور، ولا على الاقل نقص لها شويه هذاك المارون هذاك اللي كاين في لو. بالنسبه لي ديشي تاع الخضره دائما نعاود نحطهم في الكومبوستور، من بعد نديهم للجاردان. عندي ميني كومبوستور وريته لكم ديجا في لي فيديو اللي قدم. وهنا كما راكم تشوفوا النتيجه النهائيه تاع الفطور تاعنا تاع اليوم، الروز باسماتي خرج من فلفل، مالغري كو هاد لا مارك ما عجبتنيش، كنت شريتها من كارفور. انا نحب نشري دائما تاع البوشي، هو اللي الباسماتي تاعهم يخرج لي خير من تاع كارفور. وبالنسبه للسوب هاي ليك، هذه هي النتيجه النهائيه تاعها. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم. هنا كانوا عندي شويه حبيبات تاع تفاح، شويه جبتهم من الجاردان، وزوج حبات كانوا عندي قاعدين في الدار خفت يفسدوا، الوغ قررت اني نديرهم كومبوت. هذه اللي راني نقشر فيها اللي راهي في يدي هي لا ميور تفاح اللي خرج لي، يعني جربتها بور لي كومبوت، وقلاو اسمها لا غينات. المهم شجره تاعها راهي في الجاردان، المره الجايه نزيد نعاونولي نزيد نجيب منها باسكو خرجت لا كومبوت بزاف بنينه. بعد ما قشرتهم هكذايا درت لهم شويه قارص، قطعتهم حطيت في مرميطه صغيره، درت لو جو تاع القارص ودرت التفاح المقطع، وزدت درت تانيك شويه ما، زدت لها شويه ما ومغرفه ونص، تقدروا تقولوا مغرفه ونص سكر. نتوما ولا كان الحلو التفاح تاعكم ما ديروش بزاف سكر، انا ديجا هاد المغرفه ونص جاتني شويه بزاف. القشور تاع القارص اذا كان عندكم لافيسل ما ترموهمش، حطوهم داخل في الشبكه تاع الماء نتاعكم هكذا باش تيفيتيو الريحه داخل لافيسل تاعكم، دائما يكون نقي ودائما يكون فيه ريحه مليحه.
واللي ما عندهمش تقدروا تحطوا هكاك القشور هذوك في الطبسي، ديروه في الفريجيدير باش يجبد لكم الريحه. بيان سو حنا نعرفوا بيكربونات، مي تاني كمام القارص يفيتي لكم الريحه في الفريجيدير. بعد ما تستعملوا تاني لي الكتروميناجي تاعكم، يا ريت تمسحوه تنقيوه قبل ما تردوه لبلاصتو. اذا ما كانتش بلاصتو فوق لو بلون دو طرافاي، سيي تغسليه سور بلاص وحطيه في بلاصتو هكذا باش ما يتراكمش عليك شغل وباش ما تعجزيش وما يتكسرولكش. هنايا لا كومبوت هذيك حبيت نحتفظ بها، يعني نديرها في بلاره ونخبيها. كما راكم تشوفوا راني نعقم في البلاره اللي حنستعملها. نحيتها بالمساكه هكذا باش ما نمسهاش بيديا، خليها يعني تبرد شويه ولا تولي تياد باش نقدر نمسها. من بعد نحط فيها لا كومبوت هكاك سخونه. اذا حبيتوا تقدروا تقلبوها على فمها باش تحتفظوا بها ليل كامل، تخلوها هكاك على فمها باش تجبد النفس هذاك تخرجوا، ولا تقدروا تعاودوا تغليوها باش تكونوا سيغ باللي البلاره تاعكم ما تعاودش تفتح لكم. وهنا قبل ما نجوزو نحضروا نسكوتشو مع بعض، حبيت نوري لكم الزريعه اللي درتها هاد الايامات. هاد النوع تاع النباتات نقدروا نزرعوهم في فصل الشتاء. كانت كاينه لا روكيت، كانت كاينه شلاضه، البيتراف، زدت درت تانيك لانيت، ودرت واحد النوع واحد اخر تاع لا روكيت يشبه لا روكيت مي عنده اسم واحد اخر. درت زروديه، ودرت تانيك يومين من بعد زدت درت ولا 3 ايام من بعد زدت درت القزبر، وكما شفتوا دوكا لوبيا فصاصه. هنايا وريت لكم بعد يومين كيفاش ولات، ودوكا كيما راكم تشوفوا توت سويت راهي هاديه بعد 4 ايام ولا 5 ايام تقريبا. شوفوا ما شاء الله، يعني من الصباح للعشيه شوفوا اون غون ديفيرونس. هذا الحبق مونستر يجي كبير شويه، الورقه تاعو تجي كبيره. وبقات لي برك لاماش مازال ما درتهاش، كل يوم نقول اليوم غدوه اليوم غدوه، ان شاء الله غدوه ان شاء الله نديرها. وهنايا رحت ندير موسكوتشو. هاد الموسكوتشو كنا نديرو حنا عندنا في لا فامي، هاد لا غوسيت تاع بكري جد الله يرحمها هي اللي كانت ديرو. غير البيض، الفارينه، السكر والزيت، 4 مكونات ما فيهش الخميره. يجي ساهل يجي خفيف. بصح انا شفت هاد لا غوسيت لا ميم شفتها في الانترنت وشفت ما دارولهاش الزيت، قلت نجربها هكذا نقص شويه الزيت سونغو باش تكون على الاقل شويه صحي. هو ماشي صحي باسكو فيه لا فارين بلونش وفيه السكر، مي كوميم ماشي حلو بزاف، ما فيهش بزاف سكر وخفيف مليح. جربتو بون، ما ننصحكمش ديروه بهذه الطريقه، مي كوميم راني نوري لكم كيفاش راني ندير فيه. المره الجايه ان شاء الله نعاودو بالزيت نقول لكم كيفاش. للاسف المقطع كي قطعتو هذاك المقطع ما بايش ولا مازال عندي، دوك نحوس لكم في لي شورت تاع بلوتو في لي ستوري تاع انستغرام ولا لقيتو نحطوه لكم. يجي خفيف وطري هايل من الداخل. قلت لكم باللي كي ديروا له الزيت يجي خير. هذا جا شويه ناشف على لي موالفه نديرو بالزيت. وهاد لا روسيت بالميزان، احنا لي موالفين نديروها بالمغرفه، وكل حبه بيض عندها مغرفه سكر، مغرفه زيت، ومغرفه فارينه. ان شاء الله نعاودو ونحطوه لكم هنايا في لي فيديو، ولا ندير لكم ان شورت ونحطوه لكم تشوفوا لا غوسيت. كما شفتوا سيباريت لي جون دي بلون، طلعت لي بلون نيج ولي جون خلطتهم مع السكر، 100 غرام سكر مع 5 حبات بيض كما شفتوا، 5 صفوره بيض. تخلطوهم حتى يولوا يدوبليو الفوليوم، وتكونوا وجدتوا لي بلون اون نيج. وبعد تبداو تخلطوا شويه بيض وشويه فرينه، شويه بيض وشويه فرينه، وتخلطوه بعقلكم هكذاك شغل اون موس حتى يكملوا كامل الخليط تاعكم. طيبوه على 180 درجه تقريبا واحد 15 مينوت ماكسيموم 20 مينوت يوجد لكم. هذا يعني كي تكونوا مزروبين حابين توجدوا ان كيك ولا تجيكم ضيف ولا تمتم توجدوه. اذا هكذا كنا لحقنا لنهايه الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم. ان شاء الله يكون عجبكم، وان شاء الله تكونوا استمتعتوا، على الاقل استفدتوا يا لو كان بشويه. اذا عجبكم ما تنسونيش بلي لايك وشاركوا الفيديو مع احبابكم واصحابكم، ولا كاش ما عندكم اسئله خلوهم لي في التعليقات. وما بقى لي غير نقول لكم تبقوا على خير، ملاقات الخير، ودمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.